السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ والنهارده بقى مع بعض في احنا النهارده في شاطئ سالم دواس مالديف الأبيض. مالديف الأبيض اللي هو بتاع سالم دواس، ملهوش دعوة بزمردة، ملهوش دعوة بالغزالة، لا ده مالديف الأبيض بتاع سالم دواس اللي هو مسؤول عنه سالم دواس هو وأم الرخم. ده شاطئ من الشواطئ اللي هي ماسكها سالم دواز. سالم دواز راجل محترم جدا، معروف جدا في مطروح. ان شاء الله النهارده هنروح الشاطئ بتاعه. يلا بقى، لو اول مره بتشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل، وما تنسيش تحطي لي اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. وخدي لفه كده في القناه وشوفي الشواطئ بتاعه مطروح. انا يعتبر لفيت مطروح كلها لاني ببقى موجودة فيها 15 يوم اسكندرية و15 يوم في مطروح. اتمنى بقى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ويلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف شاطئ بقى سالم دواس مالديف الأبيض. احنا وصلنا للبوابة بتاعته، دي بوابة اللي قاعد عليها ناصر واحد هناك من الماسكين الشاطئ لسالم دواس. هحط لكم ارقام تليفونات للناس اللي ماسكين الشواطئ عشان لما تيجوا تروحوا اللي تتصلوا بيهم تسألوهم تقولوا لهم اخبار الشاطئ ايه النهارده، هيقولوا لكم الشاطئ حلو تعالوا، الشاطئ وحش ما تجوش. هو سالم دواز عامل كده. هو كان البوابة بتاعت ناصر كانت مليانة ناس، قالوا روحوا البوابة التانية، نزلنا هنا عند البوابة التانية. هما بوابتين. النهاردة بقى الشاطئ بتاعنا كان يعني عالي شوية، ما كانش عالي قوي، كان عالي شوية، يعني كان حاجة بسيطة كده. بس هما لما احنا اتصلنا بيهم قالوا هو يعني عالي شوية صغيرين، اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي عادي مفيش اي مشكلة. هما بيقولولك كده في التليفون، بيعرفوكي البحر عامل ازاي. البحر فيه هناك الخدمات بتاعته كلها مجانا، زي المراكيح اللي هو حاططها دي سالم دواس، الحمامات ببلاش، الدشاش ببلاش، كل حاجة هناك ببلاش. في ممكن تقعدي في عشش كده ورا، وممكن تقعدي قدام على الشط في شماسي وكراسي. السعر كام بقى هناك؟ موحد السعر كله 130 جنيه، 4 كراسي وترابيزة وشمسية في أي حاجة هو عاملها هناك ب130 جنيه، ومحدش ياخد منك أي حاجة تانية زيادة عن ال130. موحد السعر ومانع أي فلوس للخدمات. الخدمات كلها هناك ببلاش، وطول النهار العيال بقى بتلعب في المراجيح. المراجيح دي برضو هناك ببلاش. شاطئ حلو بصراحة. طبعا انتوا عارفين خط الأبيض ده يعني شاطئ من الشواطئ بتاعة الأبيض، اسمه مالديف الأبيض سالم دواس، معروف جدا. الطريق بتاعه معروف. أول الطريق بتاعه بيبقى فيه يافطة كبيرة اسمها عروس الأبيض، تمام. بتخشي من عند البوابة دي لو انت جاية بالباص اللي بتركبيه من عند البنك الأهلي. الفرد سعر الفرد 10 جنيه. هتنزلي عند العروس الأبيض دي وتقفي وتاخدي حاجة داخلة جوه او تتمشيها، بس هي بعيدة شوية. في رسوم دخول قبل ما تدخلي للشواطئ، في رسوم دخول بتدفعيها. بتدفعي 5 جنيه للفرد و5 جنيه للعربية اللي هتخش تقعد جوه. العربية اللي هتقعد جوه طول النهار معاكي، انما العربية اللي هتيجي توصلك وتمشي بتدفعي للأفراد اللي في العربية بس. الأتوبيسات الكبيرة بيدفع لها 20 جنيه، انما العربيات كلها بيدفع لها 5 جنيه زيها زي الافراد. دي كده الشماسي بتاعته والكراسي، وورا كده العشش اللي هم عاملينها يفتحوا لك الشمسية وينضفوا لك الكراسي وكل حاجة، وتقعدي وتدفعي 130 جنيه. متدفعيش حاجة اكتر من كده. تستخدمي الحمام، تستخدمي الدش، ما تدفعيش فيه اي حاجة. لو حد قالك هاتي جنيه تتصلي بالتليفونات اللي انا هحطها لك دي. الناس اللي هم هناك ماسكين الشواطئ محترمين جدا بصراحة. ما فيش حد بيروح الشاطئ ده الا لما بيشكر في الناس اللي موجودة هناك. او البحر كان يعني ايه عالي كده، حاجة صغيرة كده من قدام، مثلا لما تخش جوه كان الشط حلو.
اتمنى ان الناس ان شاء الله اللي لسه بتروح مطروح اليومين دول ولا السنه الجايه باذن الله هيروحوا مطروح، خليكم عارفين الشواطئ الحلوه وروحوها. بس دي شواطئ من الشواطئ المفتوحه، لازم بنسال قبل ما نروح عشان ما تروحوش على الفاضي وتدفعوا سعر عربيه على الفاضي. العربيه بتاخد لحد سالم دواس هناك الشاطئ ده 300 جنيه، العربيه التونيه بتاخد 300 جنيه لحد الشاطئ ده. العربية الملاكي بتاخد أقل. العربية الملاكي بتاخد في حدود 270 جنيه، برضو رايح جاي بتوديكي وتجيبك، واتفقي برضو معاها على الميعاد. الناس اللي هي بتقعد بتطول في الوقت، يعني انت مثلا لو رايحة الساعة 11 الصبح بتقولي له هروح مثلا الساعة 5، ياخد منك ممكن 270 على 250 التاكس، والتونية ياخد منك 300. لو بتطولي لحد الساعة 8 المغرب، عشان هما بيبقوا قاعدين لحد المغرب، والشاطئ بالليل دوت بتبقى فيه انوار وكافيتيريا ودي جي شغال، فممكن في ناس بتسهر، لا بيزود في السعر بقى. تمام، ده الكلام ده من السواقين اللي انا بتعامل معاهم. الشاطئ حلو، ان شاء الله الناس اللي هي لسه مكمله وبتروح المصايف، هسيب لكم الارقام في صندوق الوصف، وهسيب او اللي هي كلمه المزيد، او هسيب لكم في تعليق مثبت، اول تعليق مثبت الارقام بتوع الناس اللي ماسكه الشواطئ، عشان بس قبل ما تروحوا تتصلوا. الشاطئ حلو النهارده، في ريح ولا لا؟ هو بيبقى سالم دواس معرفهم النهارده اذا كان في ريح او ما فيش ريح، تستقبلوا ناس او ما تستقبلوش ناس، ما عندوش اي مشكله ان هو يقفل الشاطئ وما فيش اي فرد يخش، بس ان ما حدش يتضرر. ان شاء الله تبقى رحله سعيده للناس اللي بقيه الصيف كده، والناس اللي ان شاء الله السنه الجايه تطلع مطروح تبقى برضو رحلات سعيدة ليهم، وتروحوا وترجعوا بألف سلامة إن شاء الله. وخلي بالكم من ولادكم سواء في الشواطئ المفتوحة أو الشواطئ المقفولة، علشان من يومين اللي فاتوا في أطفال بعيد عننا يا رب توفاهم الله في الشواطئ المقفولة، فما تضمنيش الشاطئ المقفول برضو، خلي عيلك قدامك، لأن في الشواطئ المقفولة لما بيخشوا لجوه كده بيبقى فيه أعماق، يعني مش شرط الشاطئ المقفول هتلاقيه قدام زي لما تخشي جوه. انت ككبيره تخشي تفضلي تمشي بس حتى انت ككبيره لما تخشي بعد كده ممكن ما يبقاش ليكي طول، فخلوا بالكم من ولادكم يا جماعه، بالله عليكم خلي بالكم من ولادكم في الشواطئ المفتوحه او الشواطئ المقفوله. والناس اللي معاها اطفال يا ريت تقعد قدام، بلاش تاخدي ورا وتقولي لا القعده ورا احلى، لا انت لازم تبقي قاعده وعيلك قدامك. خلي بالكم من ولادكم، ان شاء الله تروحوا وترجعوا بالف سلامه كلكم كاملين. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ولو حد حابب وعايز شقق هناك في مرسى مطروح يسيب لي تعليق، وانا هكلمهم وهجيب لهم الرقم بتاع تأجيل الشقق. اسعار بتبدأ من 600 جنيه 750 1000 ونص 1700 2000 4000. ام 600 و750 دي يعني وضع، واللي من اول 1000 ونص دي مكيفة. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.